اللهم بارك. تبعوا الطريقة. السلام عليكم، معكم الشاب ابراهيم الفيلالي. اليوم نقدم لكم واحد الوصفه ديال ميلفاي اللي شفتو ديال شوكولا اولا فانيلا. خليكم مع الفيديو. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناه او الصفحه ديال الشاب ابراهيم الفيلالي باش يوصلكم ديما جديد ان شاء الله، وديروا لايك للقناه والصفحه باش يوصلكم ديما جديد ان شاء الله. خليكم مع الفيديو والطريقه. نبداو طريقه التحضير. كما لاحظتوا معنا عندنا كيلو ديال لافارين، 200 غرام ديال الزيت، 20 غرام من الملحه، 450 غرام ديال الماء. كنديروهم كاملين في لاباطور يدوروا يتعجنوا مزيان. دوروا تقريبا واحد 5 دقائق حتى 6 دقائق صافي. كنديروا المكونات كاملين. كندير بروميير ونخليها تدور حتى تعجن العجينه ديالنا. بالنسبه للطحين يمكنك تخدم الطحين ديال الكنز. احسن طحين هو الكنز، كيجي مزيان. بالنسبه للماء، الا خدمتي من غير الكنز ما ديرش 450، دير 400 غرام على الاقل بعدا تشوف باش ما تكون جاريه بزاف صافي. ملي كتعجن العجينه ديالنا كناخدوها كنسرحوها بحال هكا. كندير لها 500 غرام ديال الزبده التوري مانكاري. كندير لها 500 غرام. الا درنا الدوبل كندير لها كيلو ديال الزبده. كندير لها 500 غرام ديال الزبده توريق صافي. كنغطيوها بحال هكا وكنسرحوها. دابا كنسرحوها طول بحال هكا، كنسرحوها مزيان بحال هكا. تتسرح مزيان بحال تقريبا بحال هكا. نتوما لاحظوا معايا كنسرحوها مزيان بحال هكا. كنطويها من هاد الجي. ركزوا معايا مزيان، اللي ما كيعرفش يركز معايا مزيان. كنطويها من هاد الجي ومن هاد الجي عاوتاني. انا دابا درت ليها 3 ديال ليتور. دابا خصنا نديرو ليها 5 ديال ليتور. كنقلبوا العجينه، ما نخليوهاش كيف كانت. كنقلبوها عاوتاني، كنسرحوا العجينه ديالنا عاوتاني، ونطويها من هاد الجي من عندي ونطويها من هاد الجي عاوتاني. ركزوا معايا، اللي ما كيعرفش بزاف ركز من هذه هي النتيجه ديال اللي خصها دير الورقه بزاف. وبالنسبه حتى للكرواسون، غير الكرواسون كندير لها 3 ديال ليتور، وهذه كنديروا لها 5. من بعد ملي كنسالو ليها تور كنسرحوها مزيان بحال هكا. كنسرحوها مزيان. نقدر كيلو يعطيك، كيلو ديال الفريغ يعطيك 3 ديال الوراق تقريبا. يعطيك 3 ديال الوراق. كتسرحها مزيان تكون الورقه رقيقه بزاف. كنسرحوها على الطول وكنسرحوها على العرض عاوتاني. بالنسبه اللي كيخدم الدراري اللي كيخدم في المخبزات، لا كياخد 3 كيلو ديال العجينه وكيدير لها كيلو ديال الزبده صافي. كتسرحها مزيان كتخرج لها 5 ديال الوراق. 3 كيلو كتسرحها كتخرج لك 5 ديال الوراق مزيانين، اولا 6 على حساب صافي. كنسرحها مزيان بحال هكا. كندوز عليها التور حتى هو. بالنسبه اللي غيصايبها في الدار نفس الطريقه، غير يدير غير نص كيلو ديال لافارين باش يعجن لاباط فيتي. يدير نص كيلو ديال لافارين باش يخرج لها غير ورقه واحده.
ورقة وحدة ولا جوج عيشت ليها شوية. بالنسبة لي داير نص كيلو ديال لافارين، 500 غرام ديال لافارين. ملي ندوزو على الروليس بحال هكاك، كندخلوها للفران 180 درجة تطيب تتولي محمرة بحال هكا. منخليوهاش تتحمر بزاف، تكون فيها الريحة ديال الزيت، منخليوهاش تتحمر بزاف. صافي كناخدو. بالنسبة للكريم باتيسري راه نحط لكم الوصفة ديال الكريم باتيسري ان شاء الله في فيديو. كريم باتيسري راه ساهل، هانتوما لاحظوا معايا كنديرها في لابوش، كندورها بحال هكا. بالنسبه للكريم باتيسري كدير نص يترو ديال الكريم اولا يترو ديال الكريم و150 غرام ديال السنيده و150 غرام ديال الكريم باتيسري بودر، 3 البيضات، صفر البيض، غير 3 البيضات بوحدهم. صافي كنديرو الحليب يتيفيض ونخلطوه مع داك السنيده وبودر باتيسري. صافي كنخلطوه مزيان حتى يتخلط. صافي كنرجعو فوق البوطه باش يعقد شويه. صافي كنحيدو كنخليو حتى يبرد، عاد ندورو في الماكينه وندير ليه شويه الزبده. صافي ونعمرو بها اللي بغى، ونعمرو بها الملفاي ديالنا. بالنسبه للشكلاط كدير لها شويه ديال شوكولا، شويه ديال الشوكولا تيعطيك هاد اللون هذا بحال داك اللون اللي عمرت به ملفاي. بالنسبه للكورنه اللي غنزوقو بها الفوق، هانتوما لاحظوا معايا كنقطعو بابيكوسون بحال هكا وكندورو على هاد الشكل كيما لاحظتوا معايا. شوف كيفاش كندير ليها، كدور يديك بحال هكا صباعك بحال هكا وكدور. صافي هانتوما لاحظوا معايا كيفاش كدير ليها، ساهله بزاف. صافي كطويها بحال هكا، كتعمرها ما تلقاهاش حتى تعمرها مزيان. صافي كطويها بحال هكا هانتوما لاحظوا معايا. صافي ديك الساعه كتلقى ماشي مشكل. بالنسبه للفونده كدير شويه بغيتي تصايبها مزيان، غندير لكم فيديو ان شاء الله. بغيتي دير غير ديال السكر كلاصي ديريكت بحال هكاك، كدير 500 غرام سكر كلاصي و3 البيضات، غير البيض وتحركهم مزيان حتى يتحركوا مزيان. يمكن لك تسخنها غير شويه، متسخناش بزاف، تسخنها غير شويه. صافي كدير لها شويه شوكولا مع كدير شويه شوكولا في الفونده وكتسرحب في لي ميلفاي ديالك بحال هكا، كتزوق بها بالشوكولا. بالنسبه للزواق يقدر ديرها بالشوكولا ولا الكلاصاج. اللي ما عندوش الكلاصاج يديرها بالشوكولا، كيدير شويه الشوكولا 100 غرام ديال الشوكولا، كيدير لها شويه الزيت، غير شويه ديال الزيت باش هي ما تقصحش دغيا، حيت هي كتقصح دغيا وتزرب عليها. بالنسبه للمبتدئين ممكن يديرها غير بالكلاصاج، حيت الشوكولا دغيا كتقصح. صافي كنخليوها حتى ندخلوها للكونجيلاتور حتى تبرد شويه، عاد كنقطعوها بحال هكا، نقطعوها على هاد الشكل هذا. نتمنى تجربوا الطريقه ان شاء الله. هذه هي النتيجه ديال الملفاي ديالنا، نتوما لاحظوا معايا. نتمنى تجربوا الطريقه. اللهم بارك، تبعوا الطريقه. بالنسبه لي غيديرها فاني، ما تكونش الشوكولا يخليها، ما يديرش لها غير شوكولا الكريمه وما يديرش الشوكولا الفونده، نفس الطريقه. نتمنى تجربوا الطريقه ان شاء الله، وديروا لايك وشجعوا القناه.
والصفة ان شاء الله. وشكرا لكم. هذه هي النتيجة ديال الملفاي ديالنا. فيديو جاي ان شاء الله، وشكرا لكم.